السلام عليكم. دي أول حلقة في سلسلة جديدة هنتكلم فيها عن النفقة في القانون المصري. يعني إيه نفقة وإمتى القانون بيلزم الملتزم بيها إنه يدفعها، وما هو الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة الأقارب. تعالوا نفهم كل ده ببساطة. أولا مفهوم النفقة معناها إن الزوج أو الأب يكون مسؤول يصرف على اللي في رعايته. القانون بيقول إن النفقة ليها صور كتير جدا، زي مثلا نفقة الأكل والشرب، نفقة اللبس، نفقة السكن، نفقة العلاج، نفقة التعليم، وده طبعا حسب المستوى الاجتماعي للأسرة. ودي صور النفقة، وغيرها كمان في صور كتير جدا للنفقة طبقا للشريعة الإسلامية وطبقا للقانون بيكون الزوج ملتزم بيها. طيب إيه هي أنواع النفقة بالنسبة للمستحقين؟ للنفقة أنواع أو مستحقين متعددين. أولا نفقة الزوجية، وهي النفقة المستحقة على الزوج للزوجة من تاريخ العقد الشرعي. تاني حاجة نفقة الأولاد، وده سواء الأولاد عايشين معاه أو مع الأم بيكون الزوج ملتزم بأداء نفقة للأولاد، وبتشمل نفقة الأولاد كافة احتياجات الأولاد أو الصغار. تالت نوع وهو نفقة الأقارب أو الوالدين أو الجد، فلو الجد أو الجدة أو الأب أو الأم محتاجين فهو ملزم بأداء النفقة دي. طيب إمتى يكون الزوج ملتزم بأداء نفقة الزوجية؟ الزوج بيكون ملتزم بأداء نفقة الزوجية من تاريخ العقد، وبعد الطلاق خلال فترة العدة، فبيكون الزوج في الفترة ديت ملزم بأداء النفقة لزوجته أو اللي بقت طليقة. أما النفقة للأطفال فهي غير مرتبطة بعلاقة الزوجية، وتكون مستحقة للأولاد خلال أو بعد انتهاء علاقة الزوجية. طيب هل تسقط النفقة؟ النفقة لا تسقط إلا بحكم قضائي بنشوز الزوجة في حالة إثبات ذلك وصدور حكم قضائي من المحكمة يثبت نشوز الزوج، أو في الحالة الثانية اللي هي انتهاء فترة العدة في حالة الطلاق لا قدر الله. طيب المحكمة لو أصدرت حكم في النفقة بتصدره من أي توقيت. في الغالب ومعظم القضايا بيتم الحكم بالنفقة من تاريخ التقدم لمكتب تسوية المنازعات أو من تاريخ رفع الدعوة، وليس من تاريخ الحكم. سادس حاجة نتناولها في الفيديو ده، هل لازم الزوجة تكون محتاجة عشان الزوج يكون ملزم بالنفقة عليها؟ لا، الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته حتى لو كانت غنية، لأن ده حق ثابت غير مرتبط بيسار الزوجة بل مرتبط بيسار الزوج. الخلاصة النفقة حق شرعي وقانوني محمي بموجب القانون، ومش تفضل ولا منة من الزوج على زوجته أو صغاره أو على والديه، هو حق ثابت بموجب القانون وبموجب الشرع الحنيف. أتمنى أكون قدمت محتوى مفيد لحضراتكم، وانتظروا الحلقة القادمة بإذن الله في سلسلة النفقات. هنتكلم عن كيفية تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة. أسأل الله لي ولكم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعوذ بالله لي ولكم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وما تنسوش الاشتراك في القناة، وفي أمان الله.